مرحبا بكم في دبارة اليوم قررنا باش نطيبوا ملوخية، باش نعطيها لكم طريقة سهلة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. باهي، اول حاجة نبداو بها ان باش نفوحوا اللحم تاعنا. باش ناخذوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها اللحم. هنا كي خديت رطل اللحم، خليت عليه راس كبير ثوم، مغرفة كبيرة طماطم معجونة، ومغرفة فلفل احمر. نخلطهم مع بعضهم، والثوم بيان سور نرحيوه بشويه فلفل كحل وملح. الملح راهي الملوخيه ما تحبش ياسر ملح، خاطر سينو تطلع مالحه، معناها دوب بلا تحطوا ملح ومن بعد كي يذوقوا. باهي باش نخلطوهم مع بعضهم ونخليوه يرتاح. توا كي باش نمشيو للملوخيه، باش ناخذوا الكاسرونه نتاعنا، باش نحطوا فيها 5 كيسان زيت كيما تشوفوا الكاس القهوه ذاك. الزيت نعمل زيت زيتونه. نتوما ماذا بكم تعملوا زيت زيتونه، اللي ما عندوش يخلط ما بين الزيت العادي والزيتونه باش تطلع بنينه. نخليو الزيت دوما يسخن شويه، وباش نحطوا عليه 3 كيسان ملوخيه. الملوخيه زاده لازمها تكون ملوخيه جديده وخضراء، سينو ما تطلعش فيها ريحه الملوخيه، ما تطلعش بنينه كما تحبوا. نخلطوا الملوخيه والزيت بالباهي ومن بعد كيا نحطوهم شويه على النار دوب اللي تحسوا يتشطشوا شويه. نزيدوهم مي يغلي، يكون 3 لترات مي يكون يغلي. هذاك هو الحكايه، راهو يطلع لكم قد من غير ما تقعدوا تقولوا معناها ولا الزيت المي يزي ولا ما يزيش. الكونتيتي نتاع المي كيكه تكون بارفيت. كما تشوفوا راني عليت النار على الاخر باش لين معناها تولي تغلي. كما تراو اذا كان بدات تغلي ديريكت نمشيو نهبطوا في النار على الاخر، خلاها تغلي كيكه ببري 3 سوايع، خاطرها على نار واطيه كما تشوفوا. بعد 3 سوايع نجي ونحط اللحم تاعي ونحرك باش ما يلصقش. ردوا بالكم تصلوا طرف وتحركوا، ماذا كون حطيتوا اللحم اكيد راهو ممكن معناها يلصق ولا حاجه. ديما اقعدوا مشيو وحركوا النار كما العاده، تقعد كيكه ضعيفه لمده ابري زاد 3 سوايع اخرين، لين انت ما كي تتفقد اللحم دقه طاب هذاك هو معناه. وان بليس ترى الزيت نتاعها طلع. راهي ملوخيتنا طايبه حاضره ما شاء الله. ان شاء الله ذوقوها وتاكلوا بالشفاء. ان شاء الله تعجبكم دبارة اليوم والريسيت اللي عطيتها لكم. ما تنساوش تدعمونا، وكل مره هبطوا دبارة جديده وريسيت جديده، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم.